ازيكم؟ النهارده هعمل معاكم سلطة التونة او مكرونة بالتونة. هنعمل مع بعض طبق لذيذ وصحي وفيه مكونات كلها لذيذة جدا. هنعمله بطريقة سهلة وطعمه يبقى جميل جدا معايا. ده كده حاجة الصوص بتاعي اللي انا هعمله للمكرونة. تمام. هنجهز مع بعض اول حاجة معلقتين كبار مايونيز ومعلقة كبيرة مستردة. المستردة هنا يا جماعة اختياري، ممكن نحط بدلها 3 معالق كبار مايونيز بس، وعلبة زبادي. تمام. ومعايا معلقة كبيرة زيت زيتون او زيت ذرة زي ما انتوا حابين، ومعلقتين كبار خل. هنيجي بقى نتبل معايا الصوص بتاعي ده بملح وشطة وكمون وفلفل اسود ورشة نعناع وشوية سمسم صغيرين ونص ليمونة. احنا مش هنزود الليمونة عشان احنا حاطين خل. هبتدي بقى اكون سلقة معايا 400 جرام مكرونة، اللي هو نص كيلو مثلا، الكيس اللي هو نص كيلو. بس انا افضل ان احنا ما ناخدوش كله، ممكن ناخد نص الكيس مثلا او ازيد من النص بشوية. تمام. انا سلقة المكرونة هنا وغسلاها، مش حاطة عليها اي حاجة تانية خالص. وهنا بقى نزلت معايا ببصل مبشور وفلفل اخضر واصفر واحمر. تمام. مقطعينهم قطع صغننه خالص، والبصلايه تكون كبيره كده مبشوره صغنن. تمام. وهنزل معايا بزيتون زي ما انتوا حابين، اخضر او اسود لوحده براحتكم. وهنا معايا نص حزمه بقدونس. تمام. غسلتها وقطعتها صغنن كده خالص. هبتدي انزل بيها المكرونه بتاعتي واقلبها كويس. اخر حاجه بقى معايا علبه التونه. تمام. هنزل بالتونه على المكرونه بتاعتي، وهتاكلوا اخف واحلى طبق سلطه التونه. ما تنسوش تدعموني بلايك وسبسكرايب عشان يوصلكوا كل جديد.